اللي كان بيفتح له الباب ممكن ما كانش يشوف النهار تاني. سنة 1948 مدينة اسكندرية اللي كانت بتنام بدري بدأت تسهر غصب عنها، وكوم الشقافة كان فيه همس بين الناس. همس بيقول إن في راجل بيلف بالليل لابس طربوش وشايل شنطة ترزي وبيلف بيها على البيوت. اللي كان بيفتح له الباب ممكن ما كانش يشوف النهار تاني. 17 حالة سرقة و3 جرائم قتل، والبوليس ما كانش قادر يوصل لخيط واحد يوصله مين الشخص ده وازاي قدر يخدع اسكندرية كلها. أنا الأفوكاتو علي ريحان، والنهاردة هفتح لكم ملف القضية 445 لسنة 1952، قضية سفاح كرموز. سعد اسكندر إبراهيم عنده 28 سنة، ترزي حريمي شاطر جدا جدا ومعروف في كرموز إن إيده تتلف في حرير. كان بيروح للستات في بيوتهم عشان ياخد المقاسات، وده اللي اداله المفتاح إنه يقدر يوصل ويدخل بيوتهم. لما كان بيدخل أي بيت ما كانش عينه على المقاسات وعلى شغل، كان عينه على الذهب والدرج والفلوس اللي تحت المخدة. في البداية كان بيسرق وبيمشي في هدوء، ساعات كان ممكن ياخد حلق، خويشة، خاتم، والست ما كانتش بتشغل دماغها او كانت بتاخد بالها من السرقة غير بعدها بيومين 3، لغاية يوم 12 مارس سنة 1950 دخل بيت ست اسمها نعمة في شارع 8 في كرموز. والست نعمة وهي بتقيس الفستان فتح الدولاب، بس حظه ان الست شافته وصرخت بصوت عالي، فهو طبعا اتخض وارتبك وكتم نفسها فماتت في ايده. ودي كانت أول مرة يقتل، خد الذهب وجرى. وبعد أول جريمة سعد ما اكتفاش بالسرقة وبس، لا كان بيسرق ويقتل علشان يخفي جريمته. وكل مرة كان بيتعامل بنفس الأسلوب، يخبط على الباب، تفتح له الست، حضرتك أنا جاي آخد المقاس، ويعمل عملته ويهرب. وهنا الأهالي العاديين أو السكان لاحظوا إن معظم الجرائم شبه بعض، كلها ستات وكل كان عندهم ميعاد مع الترزي. المباحث في اسم كرموز عملت كمين ولموا الترزية كلهم اللي في المنطقة، كانوا حوالي 42 ترزي وكلهم طلعوا براءة. سعد بقى كان ذكي، كان بيغير اسمه باستمرار، كان مرة يقول سعد ومرة اسكندر سيد، وبدأ يغير المناطق اللي بيشتغل فيها. وتيجي بقى القشة اللي قسمت ظهره، كانت يوم 18 يونيو سنة 1952. دخل بيت في غيط العنب، والست اللي هناك كانت مفتحة وكانت ناصحة. الست لمحته شاغل دماغه بالدولاب وكل شوية يبص على الدولاب، فالست صرخت وزقته وطلعت جري على البلكونة، وفضلت تنده على جيرانها حرامي حرامي لغاية ما الجيران اتلموا. بمجرد ما الست بدأت تنده وتستغيث بالناس طلع يجري وهرب، بس في حاجة وقعت منه، كانت الشنطة اللي بيستخدمها في شغله وكان فيها القماش وكان فيها المقص عليه حروف اسمه. المقص وصل للمعمل الجنائي، ودي كانت أول مرة يستخدموا المقص في المعمل الجنائي. بدأت المباحث تشتغل تاني ولفوا على كل ترزية وبدأوا يجمعوا معلومات علشان يعرفوا هل الحروف دي تخص مين بالظبط من الترزية اللي موجودين في المنطقة وضواحيها. عملوا جميل في محطة قطار الإسكندرية، وهو في الفترة دي كان ناوي يخلع وكان عايز يسافر. قبضوا عليه في المحطة، ولما راح النيابة وبالضغط عليه اعترف بكل حاجة، بس قال جملة غريبة جدا، قال أنا ما كنتش عايز أقتل، أنا كنت عايز بس ألبس كويس وأعيش كويس زي الناس اللي أنا بفصل لهم. المحاكمة كانت 3 نوفمبر سنة 1952. النيابة طلبت بإعدامه، لكن الدفاع قال إنه مريض نفسي، لكن تقرير مستشفى المعمورة قال إنه سليم وإنسان سوي ومسؤول عن كل تصرف قام بيه. وهنا القاضي نطق بالحكم اللي هز اسكندرية كلها. حكمت المحكمة على المتهم سعد اسكندر إبراهيم بالإعدام شنقا لقتله 3 سيدات مقترنا بجريمة السرقة بالإكراه. سعد اتعدم في سجن الحضرة سنة 1953. بعد القضية دي وزارة الداخلية منعت أي صنايعي يدخل بيوت الستات وهم لوحدهم إلا التصريح، كان قرار موجود لحد السبعينات. والسؤال هنا، هل سعد كان ضحية الفقر والظروف الاجتماعية الصعبة وقتها، ولا كان مجرم بطبعه ويستاهل الإعدام؟ ودي كانت جريمة من جرائم سفاح كرموز. أشوفكم في فيديو جديد، ما تنساش تدعمنا بلايك واشتراك في القناة لو ما كنتش مشترك، وإن شاء الله على وعد فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.